ينفع ان انا ما برهاش؟ هل ينفع ان انا اقطع علاقتي بيها؟ بص يا حبيبه قلبي، خليني اقول لك ان كل واحد يعني هيتحاسب على نفسه. الام اللي علاقتها ببنتها وحشه، الام دي ما تفتكريش ان ربنا هيسيبها، ما تفتكريش ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبها، لا هيحاسبها، ده كل راعي مسؤول عن رعيته، بس هي هتتحاسب عن الحاجه بتاعتها وانا هتحاسب عن اللي انا يخصني. هي هتتحاسب على ان هي ما استرعتش ربنا سبحانه وتعالى في الامر اللي يخصها، وانا هتحاسب على اللي يخصني انا. تقول لي انا مش قادره اتعامل معاها، قلبي مش جايبني لان هي مش حنينه عليا، هتتحاسب امام الله على ده. طيب بس في ادنى درجات البر. البر مش معناه الحب، علشان كده في ناس كتير بتخلط، تقول لك انا مش قادره احبها، محدش طلب منك تحبيها. الحب شعور ربنا سبحانه وتعالى بيقذفه في القلب، فانت مش مغصوبه تحبي حد، ولكن في فرق بين البر والحب والتعلق. البر يعني بعمل لها اللي هي ربنا سبحانه وتعالى امرني اعمله معاها، من توفير احتياجاتها، الطاعه في غير معصيه الله، وهكذا. والبر له درجات وله اشكال وصور حسب احتياج الطرف الثاني، ولكن مطلوب مني احبها؟ لا، ده مش مطلوب. يبقى ما اخلطش ما بين البر وما بين الحب.